يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. أنا بصلاتي أسلم، وبسعادتي أنعم، أفخر بأني مسلم، شكرا يا رب. يا خالق الأكوان، يا ربي يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب. يا خالق الأكوان، يا ربي يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا الجمع الميمون، لنحتفي معا بجمال الكلمة وسحر القافية وأصالة اللسان العربي في انطلاق النسخة الخامسة من ملتقى الشعر العربي في جمهورية بنين. لقد أضحينا اليوم ونحن نصل إلى محطتنا الخامسة، نلمس ثمار هذه المبادرة المباركة التي غدت جسرا ثقافيا متينا يربط بين وجدان شعراء بنين واللغة العربية، لغة الفكر والأدب والجمال. إن هذا الاستمرار والنجاح المستمر لم يكن ليتأتى لولا الرؤية الحكيمة والاهتمام الصادق بالثقافة العربية ونشرها في مختلف أرجاء العالم. هذه الحالة لم يكن لها قبل دخول اللغة العربية وجود، فهي اللغة الأولى الحية التي تعرفت عليها منطقة غرب إفريقيا قبل اللغة الفرنسية وقبل اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات. العربية هي اللغة الأولى في المنطقة. واليوم عبر هذه النسخة الخامسة نؤكد مجددا أن الشعر سيبقى دائما صوت الإنسانية النابض واللغة المشتركة التي تجمعنا على قيم الحب والسلام والجمال. أجدد ترحيبي بكم جميعا، وأتمنى لملتقانا هذا التوفيق والنجاح، ولشعرائنا التألق والتميز في سماء الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان،
شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم. من ميزة هذا الملتقى أن الملتقى سنويا نستهله بمحاضرات، وهذا يدل على أننا لم نهمش الجانب النثري في الملتقى، هو ملتقى الشعر، لكن نراعي أيضا الفن الآخر في الأدب، والأدب كما تعرفون إما أن يكون شعرا أو يكون نثرا، فلم نترك الجانب النثري بل نحاول نجمع بين الأمرين. أرحب بسعادة الدكتورة وداد نائبي المعروفة مدير معهد ابن بطوطة الإفريقي حفظها الله ورعاها وكثر لنا من أمثالها، كثر الله لنا من أمثالها، فهي الوحيدة التي دائما تحرك الملتقيات الندوات الاجتماعات، ونريد أيضا أمثالها في سنوات القادمة بإذن الله. وكذلك نرحب بمعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحيم شيتو ثاني عميد كلية اللغات والعلوم بمدينة سكيتي، ودكتور معروف كما نقول جبل بلاغة في بنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده رغم الانشغالات والأجندة المليئة بالأمور كثيرة، وافق أن يقدم لنا ورقة علمية في هذا اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهما. تكريما لها نبدأ بدكتورة وداد، والمحاضرة ستكون بعنوان بناء الوعي المجتمعي في الشعر البنيني. الوعي المجتمعي في الشعر البنيني، ولها 15 دقيقة لتقديم هذه الورقة، ولا بأس إذا تصدقت ببعض من هذه الدقائق، فنسأل سبحانه وتعالى أن يكون عونا لها، فليتفضل مشكورا مأجورا. C'est un moment pour moi pour saluer toutes mes sœurs qui sont là. Je vais préciser, mes sœurs, mes filles de l'école coranique, c'est important de participer, c'est important d'être là, présent. Chacun va témoigner. L'acte qu'on fait, ce n'est pas simplement les adorations, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas aller à la Mecque. C'est qu'on fait comme ça, qu'on vient, on participe à un événement, on honore les invitations, même ça là c'est récompensé. Là, merci à vous tous, que ce soit les filles, que ce soit les garçons des écoles coraniques. Merci pour ceux qui sont levés pour laisser la place aux grandes personnes. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. إذن موضوعي حول بناء الوعي المجتمعي في الشعر العربي البنيني. لماذا نتكلم عن الوعي المجتمعي؟ لأن لكل شيء غاية ولكل شيء هدف.
فإن كان نقول شعرا دون هدف أو دون غاية فلا خير في هذا الشعر. وأظن حديثنا منذ الصباح عن هذه الحساسيات هي حديث عن المحتوى وحديث عن الوعي وحديث عن الفهم، كيف نفهم، عن ماذا نتكلم. نجلس هنا، الملتقى، أشعار الملتقى ماذا يقولون، هذا هو هدفنا من الملتقى. ليس أن نأتي نقول شعر، ولكن أن يكون لهذا الشعر رسالة وأن يكون لهذا الشعر فائدة. فقد قسمت موضوعي إلى قسمين: القسم الأول الإطار النظري، والقسم الثاني الإطار التطبيقي. وفي الإطار النظري أولا عرفت بمفهوم الوعي المجتمعي. يعرف الكاتب مالك بن نبي الوعي الحضاري بأنه المشكلة ليست في الأشياء وإنما في الأفكار. إذا هو يؤكد على أن الوعي هي قضية فكرية، ماذا نفكر، كيف نفكر، كيف نحل. فالوعي المجتمعي هو إدراك الفرد لمسؤوليته تجاه دينه ووطنه ومجتمعه وثقافته، وتحويل هذا الإدراك إلى سلوك علمي. ولهكذا شكرت كل الجميع لأنهم مدركون بأهمية الملتقى. فعندما نأتي ونساهم وكذا فهذا وعي منا دخل وترعرع في الذهن ثم أصبح سلوكا عملي بحضورنا جميعا. فالشكر لكم جميعا. فالموضوع الذي سأتناوله هو عوامل النهوض بالشعر العربي في بنين. ولعل بعضكم قد يتساءل: هذا الموضوع لم يسبق لنا عرضه في هذا الملتقى؟ نقول نعم، ولكن عرض بصورة وسنعرضه اليوم أيضا بصورة أخرى على شكل موضوع تطبيقي وواقعي. نقصد هنا دراسة ميدانية، دراسة واقعية، وليس دراسة نظرية كما سبق أن تناولناها سابقا. أولا أنا سأتحدث في هذا الموضوع من خلال 3 محاور. المحور الأول سأقف عند مفهوم النهوض. عندما نقول النهوض بالشعر ماذا نقصد به؟ ثم أقف وقفة قصيرة جدا عند واقع الشعر العربي عامة في العالم وفي بنين بصورة خاصة، ثم أختم بالمحور الثالث الذي هو في الحقيقة لب الموضوع، وهو عوامل النهوض بالشعر. فأقول على بركة الله، عندما نقول النهوض بالشعر فأول كلمة تسمعها هي كلمة النهوض. فالنهوض من فعل نهض على صيغة منع، فتقول نهض ينهض نهوضا ونهضا، فتقول نهض بمعنى برح من مكان وقام منه. ولكن عندما أقول نهض به فالمعنى يتغير ويخطئ مباشرة، فتقول نهض بمسؤولية أو بأمر، بمعنى رقى به وعلى به. فأقول نهوض بأمر، يعني ماذا؟ يعني ترقية الأمر ورقي به. فلما كانت اللغة العربية لسان القرآن الكريم، وكانت رسالة الإسلام رسالة الهدى والإحسان، وكانت الرحمة الغاية التي بعث بها خير الأنام صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه القصيدة الموسومة من لسان القرآن إلى رحمة الرحمن، ناظما إياها على بحر البسيط، راجيا من الله القبول والتوفيق. فأقول منشدا: يا لغة الضاد، يا من قدت للقمم درب السلام، وتهي القلب بالحكم. فيك الكتاب تجلى معجزا أبدا، وفيك أسرار توحيد ومعتصم. القصيدة بعنوانها من يصن دينه يحيى كأبطال. ما لي
سوى الله في حالي وترحالي. الله حسبي في نفسي وفي آلي. يا بارئ الكون والأرواح قاتبة، سبحان من جل عن شبه وأمثال. يا عالم السر والإعلان يا سندي، أنت المعين على ضعفي وإقلالي. أنت المعين الذي ترجى مؤونته، أنت اللطيف ومجل كل أوجال. فيا لغة الضاد بها عز مؤمن، بها أشرق التاريخ وازدان موطنه. فيا لغة الضاد التي جل شأنها، جميع التراث ضمنها ذاك شاهن. بها نزل القرآن نورا ورحمة، فطاب به درب الهدى والمضامن. حفظت لنا الأمجاد عبر عصورها، وفي ذيلها يهل الوفاء ويؤمن. إذا ما اعتززنا باللسان فإننا نشيد مجلا لا يلين ويهن. أم اللغات تفردت بكرامة، فالضاد خير النطق باللهجات. لغة بها نزل الكتاب مباركا، وهدى ومنبأ مجمع الخيرات. لغة تجلى حسنها في لفظها، وتزينت بالفضل والميزات. لغة تسامت في البيان، فلم تزل تسبي القلوب برقة النغمات. أخي تآخ على التقوى، فإن بها تبنى المكارم لا مال وسلطان. والزم سبيل الهدى ما عشت مؤتسما، فالعز في دين رب العرش إحسان. إن المحبة في الرحمن خالدة لا تنقضي، ولها في القلب سكان. ما المؤمنون إذا استمسكت تجمعهم، إلا كغيث به للأرض أمران. قوم إذا نزلت بالبأس نازلة هبوا، فكل فتى للسلم عنوان. هذا يعين أخاه حين نازلة، وذا يؤاسي إذا ضاق به الشان. يا لغة الضاد يا نورا لنا سطع، بك الهدى شرف الرحمن من سمع. لؤلؤة لغة القرآن ترتيلها، وفي حروفك سر يملأ الورع. بك رسالة جاءت سلطة الأمم، وأشرق الحق حتى بدد الفزع. أنت الوعاء لعلم الدين نحفظها، وبالهدى تنبت الأخلاق والقنع. أنت المرادة من يهيم كتابنا، لاحت شؤونك والقرآن مرتفع. تجلى سكون الليل والقلب مقبل، وأسرار فكر في الفؤاد تحصل. وهب اللسان بالقريد مرتلا، يناجي معاني النور حيث يحصل. وفاض علي الفقر فجرا كأنه
غمام هدى في الصدر يسقي وينهل وقمت ناجي الليل والليل صامت وفي صمته أسرار أكل تفصل وأرسل ليل الفكر في القلب خاطرا فأسبى نور اللواء فيه يرتل وأقبل فجر العلم يكشف سيره ففي صمت ليلي للمان منازل. الشعراء عندنا والله بذلت جهودا فالله في عونكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الشاعر الذي أتى في الترتيب السابع يعني الأخير هو الأخ عبد المجيب بونو. طبعا المشاركة الأولى أيضا لها أثر ولم يكن متعودا على ما يقال هنا، فلذلك هو حصل على درجة 52%. وفي الترتيب السادس الأخ محمد مجاب الدين النجاحي حصل على 65 درجة. وفي الترتيب الخامس الأخ إلاري عبد الجليل أشامو حصل على 70 درجة من 100. والشاعر الرابع تمام الدين كيتوي حصل على 72 درجة. والأخ عبد الرحيم الأساسي حصل على 73 درجة. والأخ عبد المجيد يونس ألوكي حصل على 74 درجة وفي الترتيب الثاني. وترتيب الأول في هذه المرة يرجع إلى الشاعر الذي لم يسمع اسمه بعد. الذي لم يسمع اسمه يعرف نفسه وهو الأخ عثمان عبد الصمد فحصل على 75 درجة. 75 درجة. وتلاحظون النتائج متقاربة جدا. الدرجات متقاربة. الأول 75، الثاني 74، الثالث 73، الرابع 72. معنى ذلك أن مستوياتهم مستويات واحدة تقريبا. ولكن في كل امتحان يكون هناك الأكثر تميزا. يعني كما يقال زبدة الزبد هو الذي سيكون الأول، فعليه الباقون أيضا أنتم فائزون، كلكم فائزون، كلكم فائزون، هذا بدون إشكال، كلكم فائزون. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب. أنا بصلاتي أسلم وبوسع
الكريم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقامت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة بالتنسيق مع جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية في جمهورية بنين الدورة الخامسة لملتقى الشعر العربي صبيحة هذا اليوم الأحد 26 يوليو 2026 الموافق 12 صفر من العام 1448 للهجرة في كوتونو حي أبابا فندق مابيلا. وقد حضر الملتقى جمع غفير من الشخصيات المهم منهم أساتذة اللغة العربية في جامعات بنين والأئمة والدعاة ومدراء المدارس والجامعات الأهلية والحكومية وطلبة العلم، على رأسهم صاحب السعادة ممثل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد السيف المزروعي حفظه الله، وصاحب السعادة النائب البرلماني كولا ولي جمعة أقمو، وممثل رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين فضيلة الدكتور أبو بكر صالح حفظه الله، وسعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس الوطني للتربية والتعليم العربي الإسلامي في بنين، ورئيس المنظمة الخيرية للتعاون الإسلامي في بنين الأستاذ الدكتور عبد الحميد شيتو ثاني ألاو حفظه الله، وسعادة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتربية والتعليم العربي الإسلامي في بنين، ومدير معهد اللغة العربية والثقافة الإسلامية في جامعة أبو مكلبي الأستاذ الدكتور عبد الوارث شيتو شوتي ثاني حفظه الله، وسعادة ممثل الجمعيات الإسلامية المحلية في بنين والرئيس التنفيذي لجمعية التضامن الاجتماعي الأستاذ الدكتور هارون عبد الله، والأستاذ جودة ديزليك حفظه الله ممثل جمعية قافلة الأمل في بنين من تركيا. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا هذا الجود وأن يجعله في صحيفة حسنات الجميع، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نرجو من الشعراء هناك صورة جماعية. يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب، يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب.